هل فعلا القرآن فيه علاج للاكتئاب ولا ده كلام بيتقال وخلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ مشكلة يا صديقي ممكن في مننا ناس تقع فيها ألا وهي الاكتئاب. مشكلة يا صديقي ممكن ترقدك في السرير وما تخليكش تعرف تعمل أي حاجة. مشكلة بتدفع الناس للكسل وتقول لك أنا خلاص مش هعمل أي حاجة، أنا كده كده هموت فخلاص أنام وما أرتاح وأطلب بقى الكنتاكي يجي لحد البيت وما أعملش أي حاجة. مشكلة يا صديقي ممكن تنهي على جميع طموحاتك ونجاحاتك، ولكن علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعرف ازاي في الفيديو يا صديقي. بس قبل ما نبدا اشترك اشتراك تبعنا على قناتنا، ما تسيب رابط لي في وصف الفيديو، وترك في التعليقات وتصلي على النبي. يلا بينا يا صديقي نفهم الموضوع، يلا بينا نفهم الموضوع على الرايق. بص بقى يا صديقي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم، عشان نحط قاعدة كده بس وبعد كده مش عليها، يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تبقى جاوب على سؤالك اللي بيطرح الآن في ذهنك، بس بعد نص دقيقة بس كده نشوف مكان نشوف السؤال ده. انا عارف ان السؤال دلوقتي بيطرح في ذهنك، لكن هجاوبك عليه دلوقتي يا صديقي. بس لازم الاول نعرف ان في القرآن شفاء للناس، في القرآن شفاء لما في الصدور، في القرآن شرح للصدر وراحة القلب وطمأنينة، بص في كل حاجة. بس السؤال الذي يتبادر لذهنك دلوقتي يا صديقي، طب انا بقرا القران، طب انا بحاول اقرا ناس في القران بس مفيش نتيجه. ليه مفيش نتيجه؟ اقول لك بقى اللي مفيش نتيجه يا صديقي. في قصه من القصص وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد حصل له مرض، مش لازم نذكر ايه هو المرض، لو اي مرض وخلاص، يعني اتلدغ من عقرب بقى، جاله مرض صعب، عمل اي حاجه، فقرأ الفاتحه. فشوفي، فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقيت نفسي بالفاتح، فقال له وما أدراك أنها رقية، هي رقية. بس النبي يتعجب ويقول ما أدراك أنها رقية. بس الصحابة كانوا عارفين إن في القرآن شفاء، كانوا بيستخدموه للشفاء. فلازم الأول نقطة يا صديقي نحطها في قلوبنا، إن في القرآن شفاء، ولازم نوقن بالنقطة دي. أول ما نبدأ نوقن بقى بالنقطة دي هيبدأ بقى الآثار تظهر علينا. يبقى أول حاجة لازم نعملها عشان القرآن فعلا يأثر فينا، نعتقد أن القرآن شفاء لما في الصدور ولما في القلوب ولما في العقول ولما في كل حاجة يا صديقي. القرآن فيه شفاء ورحمة. بس نكمل بقى الآية بقى إيه عشان نفهم الحوار. ورحمة للمؤمنين، ورحمة لايه؟ للمؤمنين. طب افرض مثلا واحد ظالم، واحد كافر، واحد مشرك، يبقى ملوش رحمة. ليه؟ لأن شفاء ورحمة للمؤمنين. كمل بقى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا خسارة. تاني حاجة لازم نعملها بعد ما نعرف إن القرآن فيه شفاء ورحمة لقلوبنا، إننا نعرف إن في القرآن راحة في العيش، وراحة في الحياة، راحة في الدنيا كده. بص يبقى الواحد ماشي كده استقانيس على الآخر كده، في راحة في القلوب. لماذا؟ لأني مع القرآن، لأني بتبع القرآن. مش كلام، خلي بالك يا صديقي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طب من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى ما تزعلش بعد كده لما تلاقي حياتك ضنك بقى ومتمرمط فيها ومتشحطط عشان انت بعيد عن ذكر ربنا. لكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. في المقابل الآخر يا ربنا ولا أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى أول حاجة لازم نعرف إن القرآن فيه شفاء، لازم نوقن بده. لازم تاني حاجة نعرف إن من اتبع القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ثالث حاجة يا صديقي، حاجة مهمة جدا 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 جدا، واللي احنا نصاحب القرآن. طب ازاي نصاحب القرآن؟ يعني ازاي نخلي القرآن كده حبيبنا وصاحبنا ونعالج فيه فعلا؟ لما نفتحه كده ونقرا اول ايه تاني ايه نلاقي العلاج قدامنا على طول. سبحان الله، ربنا هيبعت لك الايات. اصل الصفحه اللي انت بتفتحها مش صدفه، لا ده قدر من ربنا سبحانه وتعالى. هيعرفك الشفاء فين بالظبط، وهتلاقي الحل قدامك. ليه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى لازم نصاحب القرآن. نصاحب القرآن ازاي؟ نتدبره،
نعمل ما فيه، نتبع اوامره، نجتنب نواهيه، نعمل بص زي قال لنا يمين يمين شمال شمال، من غير ما نجادل ومن غير ما نتناقش كتير، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قايل الكلام ده، وهو اللي عارف باحوالنا، هو اللي عارف ايه اللي هيشفينا. لو انت رحت للدكتور يا صديقي، لو انت رحت للدكتور وقال لك يا عم بص بقى، انت عندك مرض سين وصاد وعين، والعلاج اللي هتاخده هتاخد قاف كل يوم 3 ايام، كل يوم 3 ايام ده كل 3 ايام، كل 3 ايام مره تاخد علاج قاف، كل 3 ايام مره، وهتاخد علاج زين، علاج زين 3 مرات في اليوم. هل هتقول له ليه ده وليه ده؟ لو قلت له كده اقول لك طب انا الدكتور، انت مالك، انت مش عاوز تاخد خلاص ما تاخدش، امشي شوف دكتور غيري، شوف حاجه تانية. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا قال لنا على علاج، فاحنا لازم نتبع العلاج ده، ما نجودش فيه وما نجادلش، لان ربنا هو اللي خلينا، هو اللي عارف فينا. انت لو خدت العلاج بتاع قاف ده خدته مره كل يوم هيضرك. لو الدكتور قال لك خده 3 مرات، خده مره كل 3 ايام هيضرك. لو خدت العلاج بتاع زي ده مره كل يوم، مش 3 مرات في اليوم، برضه هيضرك. لازم تتبع التعليمات. كذلك برضه ولله المثل الاعلى في القران، لازم نتبع التعليمات. ربنا قال لنا ان القران فيه شفاء، خلاص يا ربنا احنا عارفين ان في القران شفاء وموقنين بده وعارفين ومتاكدين من ده. ربنا قال لنا ان في القران رحمه، يبقى احنا عارفين ان في القران رحمه. ربنا قال لنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، عارفين اللي هيتبع لا هيضل ولا هيشقى، ما هيتعبش ولا يشقى في الدنيا ولا في الاخره. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له عيشه ضنكا. عارفين ان اللي بيتعب واللي ما واللي حياته ما بتكونش كويسه يبقى ده بعيد عن ذكر ربنا. طب بقى السؤال بقى اللي بص بقى جاي في ذهنك من اول ما بدانا الفيديو، الا وهو ليه في ناس بتعمل كل اللي انت قلت عليه ده، عارفين ان القران فيه شفاء، وعارفين ان القران فيه رحمه، وعارفين ان القران بيشفي، وعارفين ان القران فما يتبع ده فليضل ولا يشقى، عارفين كل حاجه، وبرضه حياتهم فيها تعب. ولك يا صديقي التعب ده هم مستمتعين بيه، هم يستمتعون بالبلاء. لماذا؟ لان هم عارفين ان بعد كده ربنا هيجازيهم خير عن البلاء ده، ربنا هيديلهم كتير. فهم عارفين ان بعد البلاء في راحه، بعد البلاء بعد الكرب في يسر. وعارفين برضه لان هم مصاحبين القران وبيتدبروا معانيه، فان مع العسر يسر، يعني جوه العسر كده، مش بعد العسر في يسر، لا ركز كده في اللفظ القراني، فان مع العسر يسر، يعني جوه العسر، جوه الشر في خير، في يسر. فلازم تتاكد من ال3 حاجات دي. يبقى قلنا الشفاء والرحمه، قلنا اللي احنا نتبع القران، قلنا اللي احنا لازم نبقى عارفين ان نصاحب القرآن، من صاحب القرآن فإن القرآن يكون صاحبه ويعطيه ما لا يتوقع أبدا، سيعطيه الكثير والكثير يا صديقي. والقاعدة الذهبية اللي بنلخص لك فيها الفيديو زي ما انت متعود على الرايق يا صديقي، عشان تاخدها وتطير وتروح تطبق تكون فخر من الاخر زي ما ولا كده. اولا يا صديقي نلخص الفيديو، قلنا شفاء، قلنا رحمة، قلنا اتباع، قلنا مصاحبة القرآن. ونختم بحاجة مهمة جدا جدا يا صديقي، عشان انت وصلت معانا نديك الهدية اللي في النهاية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. دي هدية ليك عشان انت بس كملت معانا، انت حبيبي بص هنا انت حبيب قلبي. فمن أراد الدنيا، يعني اللي عايز الدنيا قرآن، على الآخرة قرآن. طب لو عايز الاثنين قرآن برضو، القرآن برضو، يعني عليك قرآن والقرآن. فاوعى تستهتر يا صديقي بالموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. ما تنسوش الفيديو عشان يعمل فائده، وفضلها على خير كفاعله. هتاخد الايه، بص انا تعبان وكل حاجه، وانت في الاخر هتبقى تقربت لحد خدت الثواب. انت يا عم خدت ثواب زي بالظبط، شفت بقى؟ دل على الخير كفاعله. تصلي اشتراك طبعا قناتنا على سبب في وصف الفيديو، وتراك في التعليقات، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ازال الله عنكم الهموم وشرحنا لكم الصدور، واسعد اوقاتنا واوقاتكم، فانه هو الحي القيوم، وسبحانه يعلم ان فيه يحبكم، فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، كان من خطأ فمنا ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.